فانا عايز اقول لك على حاجه مهمه والله. امير توفيق نفس القصه بتاعت زي كل سنه بالظبط. كل سنه إيه اللي بيحصل؟ اقول لك اللي بيحصل. احنا بنتفق مع مهاجم. احنا بنخلص مع مهاجم، هنجيب طلبات كولر بالظبط. تمام، بنخلص معاه. فيجي عمنا كولر يمشي في المهاجمين اللي في الفرقه. قشطه قشطه. نطول. قصه المهاجم تطول 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 تطول. نيجي قبل ما الميركاتو ما يقفل كده بحاجات بسيطة، نعلن على اسم ملوش اي 30 لازمة. كولر ما تحطش قدام كولر اصلا، ويبقى خلصت الحكاية. يا عم ده انت منيمنا من بدري اوي ان انت بتتفق مع مهاجم. فين المهاجم؟ اهو يا عم، هو ده اللي كولر طلبه. هو ده ولا مش هو ده اللي في الامكانية. والرأي العام بقى والجماهير بقى تخبط دماغها في اجدع حيط. مش مهم. المهم ان هو عارف ينيمنا صح. كل امانه والله، عارف ينيمنا صح. من وقت ما بدأ الميركاتو الى الان اتقال كم اسم مهاجم. في حاجه منهم حقيقي؟ انا بقول لك لا، ولا اي اسم منهم حقيقي، ولا اي حاجه بتحصل اصلا. وفي الاخر هترسى على اسم من وحي الخيال، وصفقه هتكون مضروبه. زهقنا واتخنقنا من القصه دي. زهقنا واتخنقنا. كولر لو مشي هيكون معاه كل الحق. لان احنا نادي بحجم النادي الاهلي مش عارف يجيب مهاجم. حاجه محتاجه فعلا بجد دراسه. يعني نادي بحجم النادي الاهلي مش عارف يجيب مهاجم. ده مصيبه، دي كارثه. مش عارف انا اخرتها ايه. بدل ما عمالين تشيلوا في سيد عبد الحفيظ وتشيلوا في ناس مهمه بجد في الفريق، ما تبصوا بصه كده على امير توفيق. مش عارف.